ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وصفتنا النهارده زي ما انتم شايفين كده، هو هنعمل الكيكه بتاعه الافران او الكيكه المدارس. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه، والنتيجه زي ما انتم شايفين كده، هو كيكه هشه وطريه حلوه جدا. خليكم معايا. اول حاجه هنحط كوبايه وربع من السكر، 4 بيضات. تمام كده. هو طبعا لو انت حابه تعملي نص الكميه مفيش مشكله، هتعملي نص الكميه ببيضتين 2. تمام. يبقى انا هنا هو حطيت ايه؟ حطيت كوبايه وربع من السكر، عليهم 4 بيضات، عليهم كيس من الفانيليا. تمام كده. هو هضربهم كويس جدا لغايه ما الخليط بتاعي يبقى يوصل للون الابيض اللي انتوا شايفينه دوت. اول لما يوصل للون دوت هنزل بقى بالزيت تدريجيا كده. هو زيت قد ايه؟ بحط كوبايه الا ربع من الزيت واضربها كويس جدا. بعد ما اضرب الزيت بنزل بكوبايه اللبن بتاعتي. هقول لكم المقادير تاني: كوبايه وربع من السكر، عليهم 4 بيضات، عليهم ذره فانيليا. هضربهم كويس جدا. بعد ما اضربهم ان هو يوصل للون الابيض، ببدا انزل بكوبايه الا ربع من الزيت، اضربهم، وبعد كده انزل بكوبايه لبن. تمام كده. هو ونجهز الدقيق بقى بتاعنا. الدقيق بتاعنا قد ايه؟ كوبايتين ونص من الدقيق. عليهم قد ايه؟ بيكنج باودر. هحط كيس من اللي هو الكيك شيف. تمام. يبقى كيس كيك شيف مع كوبايتين ونص من الدقيق، وانزل بيهم تدريجيا. لو انت ما عندكيش مضرب كهربي، بالمضرب اليدوي، وهتضربي السكر بالبيض كويس جدا. حتى لو هتريحي ايدك كل شويه، المهم توصلي للقوام في الاول اللي هو السكر والبيض اوصل للون الابيض. تمام. يعني مش متاح عندك مضرب كهربي، ما تعقديش نفسك واشتغلي بالمضرب اليدوي. بعد بقى ما قلبت الدقيق، خدت هي كوبايتين ونص، باجي في الاخر كده بنزل بمعلقه كبيره من الخل. معلقه الكبيره ديك من الخل واقلبها في الخليط. دي بتدي هشاشه حلوه قوي للكيكه. واقلبها كويس كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، هو ده سمك الخليط بتاعي. ده كده سمكها. صدقيني لو اتبعت الخطوات ديك هتاكلي يعني كيكه تحفه، احلى من بتاعه الافران بكتير جدا. وان انت تنفع ان انت تعمليها وتحطيها لاولادك في اللانش بوكس للمدرسه. زي ما انتوا عارفين احنا داخلين على موسم المدارس، فهتنفعك جدا وهتوفر عليكي كتير قوي. احسن من ان هو ايه الطفل يشتري كيكه من بره. كفايه انت عارفه انت عاملاها بايه. بجيب بقى القوالب بتاعتي اللي هي قوالب الرز بلبن المحمر اللي بتشتريها من بره. بتجيبيها وتدهني دهنه بسيطه كده من الزيت. يعني بدهن في الارضيه كده هو دهنه بسيطه من الزيت. عاوزه تدهني زبده مفيش اي مشكله، بس انا هنا هو دهنتها زيت. والمعلومات كمان: اهم حاجه في الكيكه تستخدمي جوده زيت يكون نظيف. كل ما الزيت بتاعك بيبقى فاتح وحلو، دوت بيخلي لون الكيكه فاتحه وهشه وحلوه جدا. ما بنعملهاش بزيت اللي هو الزيت الغامق. دي بتعمليها بالزيت اللي هو الفاتح. تمام كده. هو بعد ما عملت القوالب كلها بلمسه زيت، ببدا انزل بقى ايه بالخليط بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. يعني 3/4 كده هو القوالب بتاعتي، واروح ايه حاطه فيها الخليط. طب لو انت مش عاوزه تعملي في القوالب ديك وحابه تعملي في صينيه، مفيش اي مشكله. بحطها في صينيه متوسطه وادخلها الفرن، بتبقى حلوه جدا. حابه تعمليها في القوالب ديك اعمليها. بعد كده بجيب بقى الخله واعمل الحركه اللي انتوا شايفينها ديك. دي بتخلي الكيكه تطلع مستويه، ما بتطلعش ايه قبه من النص ومن الجناب نازله، لا دي بتخليها تطلع كلها سوا واحد، سواء في الصينيه او في القوالب ديك. بعد كده بقى هنقلهم في الصاج بتاعي وادخلهم الفرن على درجه حراره متوسطه. صدقيني الطريقه ديك لو جربتيها هتعتمديها، دي انا معتمداها جدا. يعني لو هتعملي كيكه بالفانيليا اعملي الكيكه ديت. ولو انت بتطلعي اوردرات طلعيها عن ثقه وما تخافيش، اعملي ايا كانت الكميه اعمليها. وصدقيني هتطلع بقى النتيجه بالجمال اللي انتوا شايفينه دوت. بصوا بسم الله ما شاء الله، واخده لون ذهبي من تحت ومن فوق. انا دلوقتي هفتح لكم واحده واوريها لكم ايه برضو ايه من تحت ومن فوق، تشوفوا سواها عامله ازاي. لكن بصوا بسم الله ما شاء الله، وكمية ال4 بيضات عملوا لي 10 قوالب زي ما انتوا شايفين كده. هو حجمهم حلو جدا ومليانة. حابة ان انتي تديها بقى لطفلك في المدرسة وتغطيها. هي بيبقى العلب ديك بيبقى ليها غطيان.
لان ديك اللي هي العلب بتاعه الرز بلبن اللي هي حجمها متوسط، تغطيها كده هو وتحطيها للطفل. حابه تعمليها صينيه وتقطعيها خرط مفيش اي مشكله، بس صدقوني نتيجتها ناجحه 100%. بصوا بقى، ديك بتطلع بكل سهوله. بصوا بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه ان انتي وانتي بتسويها بتحطيها زي ما انا حطاها كده في الصاج، يعني تحطي القوالب في الصاج عشان القوالب ما تتعرضش ايه للحرارة الفرن على طول. بصوا بسم الله ما شاء الله، هشة وحلوة جدا. ودلوقتي برضو اقطعها لكم بالسكينة عشان تشوفوها ايه من جوه. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا اول لما اتقطعت، يعني انا اتمنى ان انتوا تجربوها عشان تحكموا على النتيجة بنفسكم. بصوا هشة وطرية وطعمها كمان تحفة. يعني دي تقعد معاكي يومين وتلاتة بنفس الطراوة بتاعتها، ما بيجرالهاش اي حاجة. دي كده بتكون وصفتي النهارده، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ولو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبألف هنا وشفا على قلبكم.